عرفت واش اللي كتسمى هاد الساعة هادي كيقولوا لها الساعة الحمقى أولا الساعة المجنونة، وحقًا مجنونة وصاحب الشركة مجنون. هذا صاحب الشركة ديال هاد الساعة فرانك مولير هو سويسري مشهور في عالم الساعات وعنده واحد المجموعة ديال الماركات، الحق باش تشهر بهاد الساعة الحمقى. هادي ماشي بالطريقة الكلاسيكية، يعني ما كتجبرش فيها 12 من فوق، 3 للجهة اليمين و6 من تحت و9 في جهة الشمال أولا 1 2 3 كيف ما هما الساعات الكلاسيكية. هادي ساعة حمقى، كل رقم ما كيشبه نخاه. والساعة مثلا إلا كانت في الوحدة وغتمشي للجوج، الجوج كتجبر الوحدة في موطعة لكن الجوج مسيبة في جهة أخرى في مكان آخر، فالساعة كتنقص. وهذه ساعة أوتوماتيكية ماشي ساعة ديال كوارتز يعني كتخدم بالحجرة، لا هذه كتخدم بطريقة يدوية كتحركها كتخدم. وبالتالي هذه صناعة معقدة جدا، وهذه الساعة الثمن ديالها مرتفع جدا. هذه نسخة طبق الأصل، نفس الوزن ديال الأصلية، الجلد ديالها مخدوم مزيان، الزاج ديالها زاج مزيان ما كيتعرضش للخدش، يعني ساعه طبق الاصل. وعادك هي ساعه اوتوماتيكيه، اللي بغاها مرحبا. كاين عدد محدود من هاد الساعات، اللي بغى شي وحده يتواصل معنا نوريكم الكتالوج. كاين اللي ساعه بطريقه كلاسيكيه عاديه تقليديه، كاين ساعه حمقاء بحال هذه، اللي بغى شي وحده يتواصل معنا مرحبا. هذه الثمن ديالها مرتفع جدا، حتى في التقليد الثمن ديالها مرتفع. اجبروها عندنا بواحد الثمن مناسب ويمكن يكون هو الافضل في السوق، ومرحبا بكم.